بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده جايه لكم بوصفه جميله جدا. هنعمل طاجن مكرونه بالكفته جديد باذن الله. بس لو اول مره بقى بتشوفوني حطوا لي كده لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله باذن الله. شوف بقى المكونات اللي معانا. انا معايا بصلايه كبيره مفرومه فرم ناعم جدا، ومعايا بقى التوابل ملح وفلفل وبهارات لحمه وشويه كده من الجنزبيل والقرفه، وكمان معايا معلقه من الدقيق او النشا زي ما انت عايزه المتوفر عندك يعني. حطيت كده ورشه كمان من البيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات يعني الموجوده عندنا. جبت كده بقى بوله وحطيت فيها اللحمه ونزلت عليها بالبصل. انا مصفياه من الميه خالص عصراه، وهنزل بالتوابل واحده واحده كده عليه لحد ما ادخل بقى كل المكونات في بعضها زي ما واضح في الفيديو بالظبط. طريقه باذن الله الطاجن كده سهل جدا تعمليه في 10 دقايق، مش هتاخدي وقت خالص. ودعم بقى لسلق المكرونه، وهتجربوا باذن الله الطريقه دي وهتدعوني. وكمان تنفع في اي نوع مكرونه. جبت بقى كده اللحمه زي ما احنا شايفين وعجنتها كويس جدا بالبهارات بتاعتها. وبعدين بقى جبت كده رشه بس من الزيت ببل ايديا بيها، وبعدين ببدا بقى ان انا اصبحها. انا في الاول كنت عاملاها كور، ممكن تعمليها كور كده تبقى زي كفته داوود باشا، بس يعني ايه زي ما انت عايزه. انا بعد ما كورتها كلها صراحه قلت لا، خليتها يعني ايه زي الصوابع كده بس سميكه شويه. هنشوفها برضو في الاخر بعد ما خلصتها. انا عدت عليها كلها زي ما هنشوف مع بعض. شايفين بقى الربع كيلو عمل لي كميه حلوه جدا، والبصل فرماه فرم ناعم جدا مش باين فيها خالص، وكان طعمها جميل ما شاء الله. ظبطي بس كده التوابل والبهارات بتاعتك وباذن الله هتلاقي الطعم جميل جدا. جبت كده طبق فيه شويه من الدقيق عشان اعفرها بيها كده. بدات بس ان انا اديها كده تعفيره كده زي كفته داوود باشا بالظبط. بس طبعا احنا مش هنعملها بصلصه ولا حاجه، احنا هنشوف دلوقتي احنا هنعملها ازاي. هعفر بقى كل الكميه كلها وهوريها لكم برضو دلوقتي زي ما هنشوف مع بعض بالظبط. هكون بقى في الوقت ده في طاسه على النار حاطه فيها ماده دهنيه وسايباها تسخن كويس جدا عشان هدي بقى للحمه بتاعتي صدمه تتحمر كده من الجنب ده ومن الجنب ده زي بالظبط ما هنشوفها دلوقتي بلونها التحفه ما شاء الله عليها ده جميل جدا. انت لو حابه تدخليها كده من غير ما تعملي الخطوه بتاعه الدقيق وكمان الطاسه اللي على النار اللي هتديها لون فيها دي زي ما انت عايزه، بس التشويحه دي بتديها طبعا نكهه جميله جدا، خصوصا بقى ان انا كنت يعني بحمرها في سمنه بلدي، فتخيلوا بقى الريحه يعني ما شاء الله عليها. المهم في حله تانية بقى على النار كنت حاطه كده ماده دهنيه، وحطيت بقى فيها فص توم كده وبصلايه صغيره برضو مفرومه فرم ناعم جدا، شوحتهم كده وبعدين نزلت عليهم بالصلصه. انا اسفه بقى المقطع ده تقريبا فصل مني. زي ما احنا شايفين مع بعض الكفته اتحمرت من الجنبين حاجه كده اللهم بارك جميله جدا. جبت بقى الطاجن بتاعي، عندك طاجن بايركس، صينيه الومنيوم، طاجن فخار، المتوفر عندك. ما توقفيش نفسك على اي حاجه، كل حاجه بتمشي وبتأدي الغرض. جبت كده شويه من المكرونه دي، مش مكرونه دي اسفه مش شعريه، دي مكرونه هوريها لكم دلوقتي من قريب. زي ما احنا شايفين انا لقيتها كده مع الست اللي بتبيع المكرونه، هي يعني زي رسمه مش عارفه كده زي العصايه العواجيه كده بس مكسوره شويه. دي نوع مكرونه برضو كنت جبته قبل كده وحلوه جدا. ممكن زي ما قلت لكم تنفع بمكرونه اقلام هتبقى ما شاء الله عليها برضو. ممكن دي سباجيتي زي ما انت عايزه. حطيت بقى عليها زي ما قلت لكم الصلصه كانت اتسبكت خالص، زودتها كده يعني معيار ميه كده عشان ما تعوزش مني ان هي ازودها خالص بعد ما ادخلها الفرن. زي ما احنا شايفين انا كمان هزودها شويه من الميه المغليه، وحاجه كده اظبط الملح اللي اسفه الاول هظبط الميه بتاعتها خالص. وكمان بقى الصلصه دي انا كنت مبهراها بملح وفلفل وسنه كده من البهارات. ممكن تحطي مكعب مرق فراخ او لحمه زي ما انت عايزه برضه، ده حسب رغبتك طبعا. وانا كمان كنت حاطه كميه حلوه يعني من الصلصه عشان هي بس عشان عليها ميه، لكن لما تتسبك بقى في قلب الفرن تدي بقى كده المكرونه لون احمر وجميل جدا. هبدا بقى ان انا اجيب الكفته دي وارصها عليها زي ما احنا شايفين بالظبط. رصيها كده رصه يعني شكلها حلوه كده عشان تطلع جميله كده بسم الله ما شاء الله. عملت لي طبعا كميه كبيره والطاجن ده كبير جدا. وبعدين هجيب بقى ورق الفويل وهغطيه كده بيه وادخله على الفرن على طول.
على الارضيه كده حوالي ربع ساعه، مجرد بس ما يتشرب، وبعدين اوطي عليه شويه. انا بس كده ولو حبيتي في بمجرد الاخر دقيقة واحدة تشيلي تحت الفويل الشواية اداني اللون وتحمريها، التحفة هي ده، مش محتاجه اللهم صراحه بارك، تحمير جميلة خالص. جدا. طاجن جميل ويكفي الأسرة كلها بربع كيلو لحمة بس. بإذن الله هنعمل مع بعض وصفات كتير كتير موفرة جدا ان شاء الله مع بعض كده. بس لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اشعارات بنزلها اول باول. ولو عجبكم بقى الفيديو اكتبوا لي كده في الكومنتات وقولوا لي بس اي وصفة انتوا عايزينها هنعملها مع بعض ان شاء الله. ولحد بإذن الله ما اعمل لكم وصفات اكتر واكتر. هسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.